اهلا بيك يا سيدي في حلقه جديده مع اتعلم مع العسل. وفي الحلقه دي هتبقى رقم 2 من الكورس الخاص بمقدمه في الذكاء الاصطناعي، عشان خاطر اي حد عايز يخش في المجال ده او يتعلمه او يستغله او يعمل فيه اي حاجه. ان شاء الله بعد الكورس بتاعنا الصغير ده، مش هيبقى كبير قوي، كورس هيبقى صغير بس هتقدر تفهم منه المجال دوت بشكل كامل ومتكامل، عشان خاطر كل الاهداف اللي عندك اللي انت عايز تعملها. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن ايه هو كان المقدمه فيه، واتكلمنا عن ايه الحاجات اللي الذكاء الاصطناعي بيعرف يعملها وهو مكانه فين دلوقتي واحنا وصلنا، وايه الفرق بين الاي اي وبين الاي جي اي او الارتفيشال جنرال انتليجنس. فتعالى بقى في الحلقه دي هنتكلم على موضوع اهم جدا جدا، وهو ايه المجالات بقى او التكنولوجيات المستخدمه في الذكاء الاصطناعي وامثلتها ايه، عشان خاطر ده هيساعدك بشكل كبير جدا على فهم المجال دوت، فاهم هو تطبيقاته عامله ازاي، وفي نفس الوقت عشان خاطر لو حابب تتعلم او تخش في المجال ده هتعرف انت هتمشي ازاي في التكنولوجي ستاك بتاعته. فيلا بينا نشوف الكلام ده بيقول ايه النهارده. اول حاجه يا سيدي هنتكلم فيها، وهو الاول محتاجين نعرف كده حاجه مهمه قوي. هو في عندنا نوعين من الذكاء الاصطناعي، او غير الانواع اللي اتكلمنا فيها، بس عندنا طريقتين في استخدام الذكاء الاصطناعي، طريقتين اساسيتين. والطريقه الاولانيه هي الطريقه اللي حاجه اسمها البريدكتيف، والطريقه الثانيه هي حاجه اسمها الجنراتيف، او البريدكتيف اي اي والجنراتيف اي اي. البريدكتيف اي اي هو الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي اللي بيعتمد دايما على ان هو بيتوقع شيء قدام، ودوت بيكون بناء على هيستوريكال داتا، بيانات قديمه، تمام، او بيانات سابقه، وبناء عليها هو بيتوقع عليه. اما الجزء الثاني او النوع الثاني من الارتفيشال انتليجنس وهو الجنراتيف اي اي او الذكاء الاصطناعي اللي هو بينتج الاشياء، وهو دوت اللي هو بيقدر ان هو يخرج زي ما انت بتشوف مثلا في تشات جي بي تي وميد جيرني والحاجات دي، اللي هو يطلع لك صور، يطلع لك فيديوهات، يطلع لك نصوص يرد عليك بيها. فدول النوعين الرئيسيين او الاسلوبين الرئيسيين في التعامل في الذكاء الاصطناعي، الجنراتيف والبريدكتيف. طبعا كل واحد بيعتمد على طرق مختلفه شويه في التعامل وفي المودلز المستخدمه فيه. بس قبل بقى، طب هنيجي نقول طب سواء دوت او دوت هم بيعتمدوا عليه كلهم في الاخر، يعني سواء انت هتروح بيه في اتجاه البريدكتيف او اتجاه الجنراتيف، ففي الاول في الاخر احنا الذكاء الاصطناعي دوت اصلا هو ايه التكنولوجيا ستاك بتاعته. فاول حاجه هنبص عليها او اول حاجه نقدر نقول كده الفاونديشن او القطعه الرئيسيه، اللي هو تقدر تقول دي الخرسانه بتاعت الذكاء الاصطناعي بتاعنا. ايه خرسانه الذكاء الاصطناعي يا سيدي؟ هم 3 حاجات: الماثيماتكس، الماث واللينير الجبرا، الجبر الخطي، والستاتستكس، الاحصاء، والداتا ساينس. بس نقدر نقول الداتا ساينس كده كده مرتبطه بيهم، فاحنا هنتكلم على العلوم الرئيسيه. فلو كعلم رئيسي فهو الماثيماتكس واللينير الجبرا والستاتستكس او الاحصاء. العلوم دي هي الحجر المؤسس او هي اساس اساس الذكاء الاصطناعي. حرفيا مفيش حاجه هتعملها بالذكاء الاصطناعي، ما ينفعش تخش مجال الذكاء الاصطناعي ده تبدا فيه من غير ما تكون فاهم يعني ايه الاحصاء ويعني ايه لينير الجبرا ويعني الكلام ده، لان كل داخلين في كل حاجه. يعني مثلا ديب ليرنينج داخل فيه اللينير الجبرا، داخل فيه الاحصاء، داخل الموديلنج، فكره انك تعمل موديلز. بص الاحصاء هي الاساس زي ما بيقول. بعد الفاونديشن بقى دوت او الاساس اللي هو نقدر نقول الخرسانه بتاعتنا، فنبدا نشوف بقى في الكومبوننتس الثانيه بقى، الحاجات الثانيه اللي بتكمل الاستراكشر او بتكمل العماره بتاعه الذكاء الاصطناعي. وهو اول حاجه حته الريزونينج، وهي قدره الذكاء الاصطناعي على الفهم او والادراك، وعلى ان هو ازاي بيقدر يعمل فهم او فهم منطقي للعلوم او للحاجه اللي انت بتديها له، ويقدر ان هو كمان يتواصل او يكومينيكيت مع سيستمز تانية. فدي اول حاجه الريزونينج او الادراك المنطقي يعني. فالادراك المنطقي هو دي اول حاجه، ودوت انت بتحاول تبني اللوجيك اللي بيتبني عليه الذكاء الاصطناعي نفسه، لان دوت هو يعتبر يعني حاجه مهمه جدا، هبني له المنطق. هو بدون المنطق اللي يعرف يترجم بيه الحاجه فهو مفيش حاجه اصلا. فطبعا دوت الجزء الرئيسي. خد بالك ان الذكاء الاصطناعي انت بتحاول تحاكي شيء مثل العقل البشري، فهو العقل البشري مبني بشكل كبير على الريزونينج او الفهم المنطقي او الادراك المنطقي للاشياء. طيب الحاجه الثانيه يا سيدي، او تعالى نتكلم في الحاجه اللي بعدها، وهو حته الكمبيوتر فيجن. ايه الكمبيوتر فيجن دوت؟ الكمبيوتر فيجن هو قدره الذكاء الاصطناعي على الادراك البصري، او على ان هو يستوعب اشياء بصريه، يشوف حاجه قدامه، فاهمني؟ يعني يقدر يبص على حاجه قدامه، يقدر يشوف الموضوع. وهنتكلم عن التطبيقات بتاعت الكلام ده. فالكمبيوتر فيجن دي من الحاجات الرئيسيه جدا دلوقتي في الذكاء الاصطناعي. عندك الحاجه الثانيه هي ال NLP او الناتشرال لانجويج بروسيسنج، وهو ان انت ازاي قدره الذكاء الاصطناعي او الذكاء الاصطناعي ازاي ان هو بيقدر ان هو يفهم اللغه البشريه، ويقدر ان هو يتواصل بيها مع بشر. فدي الجزء الثاني. طب ال NLP ده تشوفها زي مثلا تشات جي بي تي كده. بعد كده الجزء الرابع هو الروبوتكس، وهو ازاي ان انت بتخلي الذكاء الاصطناعي
يقدر ان هو يتعامل مع العالم المادي. فانت بتربط ساعتها الذكاء الاصطناعي او هذا العقل، بتربطه بمكنه، المكنه دي بتقدر ان هي تكسكيوت او تعمل اعمال فيزيكال او اعمال فيزيائيه، اعمال ملموسه، في ان هي تشيل حاجه، تحط حاجه، توقف حاجه، مش عارف كل الكلام ده. ونيجي بقى على اهم حته بقى، اهم حته والاكثر اهميه، وهو الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج يا سيدي هو تعلم الآلة. كل الذكاءات الاصطناعيه انت بتشوفها دي، او الذكاء الاصطناعي اللي احنا بنتكلم فيه دوت، فهو في الاخر تقدر تقول ان هو اكنك بتولد او بتوجد طفل صغير. هذا الطفل الصغير ليس له اي خبره ولا فهم ولا اي حاجه، ما يعرفش اي حاجه، لا يفقه شيء، هو وجد بس عشان خاطر نقدر ان انت تقدر تخليه يبدا يعمل مهام معينه، محتاج تعلمه ازاي يتكلم، محتاج تعلمه ازاي ياكل، ازاي يمشي، ازاي يتحرك. الماشين ليرنينج هو وظيفته كده. الماشين ليرنينج هو قدره او الطريقه اللي انت بتخلي الاله تقدر ان هي تعلم الاله. فانت بتعلمه وتمرنه عشان بعد كده يقدر ان هو يكسكيوت او ينفذ الكلام دوت. فالماشين ليرنينج كفيرتيكال او كفيلد او ككومبوننت في الذكاء الاصطناعي هو يعتبر من اهمهم، واللي هو بيتبني عليه بعد كده ما يسمى بالديب ليرنينج، وهو التعلم العميق. والديب ليرنينج هو اللي بيوصلنا ان الذكاء الاصطناعي يقدر يعمل تاسكات بليفل معقد كبير، يعني بحاجه بليفل تعقيد كبير، بناء على حاجه اسمها الشبكه العصبيه، النيورال نتوركس. زي الشبكه العصبيه اللي في مخنا كده، احنا في مخنا البشري فيها شبكه عصبيه، في نيورال نتورك داخله جوانا، المخ شغال بيها، وحاجات بتنور وحاجات بتطفي وكلام من ده. نفس الكلام انت بتخلقه في الذكاء الاصطناعي، انك بتبني نيورال نتوركس، والنيورال نتورك دي او نماذج او التدريب على نماذج الشبكه العصبيه دي تقدر انت بتستخدم بيها عن طريق الديب ليرنينج. وده عشان خاطر زي ما قلت لك نحل مشاكل صعبه جدا. هنا بقى يجي لنا حاجه مهمه، طب هو الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي تطبيقاتها ايه؟ بس قبل ما نتكلم في تطبيقاتها، حابب اقول لك ان انت مفيش كومبوننت او مفيش حاجه من الحاجات دي عاده بتشتغل لوحدها. الكومبوننتس انت شايفها دي كلها بتبقى عاده عشان خاطر نقدر نطلع بمنتج ونقدر نطلع بحاجه، بتبقى معتمده على ان هما بيتكاملوا في انتجريشن ما بين اجزاء معينه. وهذا الانتجريشن هنقدر نبص عليه في التطبيقات اللي احنا ممكن نتكلم فيها. يعني على سبيل المثال لو احنا هنتكلم عن الماشين ليرنينج مثلا، بتقدر انت تشوف تطبيقاته فين؟ في اي ريكومنديشن سيستم قدامك، في اي نظام ترشيحات، يعني زي الفيسبوك وهو بيرشح لك مثلا فيديوهات، او حتى على اليوتيوب هنا بيرشح لك فيديوهات، او فيسبوك بيرشح لك بوستات. لو انت مثلا بتتعامل مع امازون، فامازون بيدي لك مثلا، بيرشح لك منتجات ممكن تكون انت مهتم بيها. كل الريكومنديشن سيستمز اللي انت ممكن تشوفها في حياتك هي مبنيه على الماشين ليرنينج تحديدا. يعني كل وسائل التواصل الاجتماعي مبدئيا، والريتيلرز او اللي هم التجار الكبار في الاي كوميرس معتمدين بشكل كبير جدا على الماشين ليرنينج. هنيجي نبص بس على التطبيقات في حاجه تانية، وهو حاجه مثلا بتجمع اكتر من مجال، مثلا الروبوتكس مع الكمبيوتر فيجن مثلا، اللي هو القدره على التمييز البصري والفهم البصري مع ان انا روبوت في نفس الوقت. هتلاقي مثلا الكلام دوت لو شفت فيديوهات، ما اعرفش شفت الفيديو ده ولا لا، بس لما يشوف الوير هاوسز او المخازن بتاعت امازون، مخازن امازون فيها روبوتس صغيره كده ماشيه عماله بتشيل حاجات وتدخلها في اماكن وتوديها في حتت وبتاع، وفي مثلا بتاعتها لها حوالي اكتر من 3600 روبوت يعني على اخر حاجه انا فاكرها، واحد بس من وير هاوسز. فدوت بيعتمد على الحته دي، بيعتمد على ان هو عنده في كمبيوتر فيجن، وبيعتمد على الروبوتكس. هو روبوت وبيقدر يميز بصريا، وبناء على تمييزه البصري بيبدا ينفذ اعمال معينه. طيب نيجي نشوف على حاجه تانية بتربط مجالين تانيين، مثلا حاجه زي الديب ليرنينج والكمبيوتر فيجن. بس برضه الديب ليرنينج والكمبيوتر فيجن هتلاقيهم مثلا في ايه؟ هتلاقيهم في مجالات كتيره جدا بقى. والديب ليرنينج والكمبيوتر فيجن من اكتر الحاجات المستخدمه واللي بتساهم في تطوير رهيب. على سبيل المثال في المحاصيل الزراعيه او في الزراعه يا سيدي، دلوقتي بقى ممكن عمليه الجني بتتم عن طريق درونز. الدرون بيمشي فوق الحقل، بيقدر يميز نوع الفاكهه بالفيجن بتاعته، ويروح هو نازل ويروح يقدر ان هو ياخدها. وممكن كمان في الاجريكلتشر عمليه مثلا الري بتتم بنفس الطريقه، او عمليه مثلا الرش بتاع مثلا المبيدات والحاجات دي، كل الكلام ده بيتم. فممكن من اول ان هم يجنوا، تخيل انت ممكن تجني النهارده بدرون، وده ممكن يدخل فيها يعني اي نعم الدرون مش روبوت ولا حاجه، بس ممكن نقدر نحط معاها كمان روبوتس، فانا او نحط معاها روبوتكس، حته روبوتكس كده في النص، يعني غير ان هي ديب ليرنينج مع كمبيوتر فيجن ممكن في حته روبوتكس. بس هنيجي نشوف حته ثانيه مثلا زي الميديكال فيلد. النهارده بقى الكمبيوتر عنده القدره على التشخيص. انا ممكن اوري له دلوقتي ميديكال ريبورت، او اوري له تحليل، ويقدر هو يشخص بناء على اللي هو شايفه من التحليل دوت. بيستخدموه في العمليات. يعني ايلون ماسك كان لسه عامل حوار اللي هو الروبوت اللي هو بيزرع الشريحه اللي في المخ البني ادمين دي اللي بتساعدهم، هو الروبوت هو اللي بيقوم بالعمليه، هو اللي بيعمل العمليه دي.
فدي معتمده على الكمبيوتر فيجن ومعتمده على ديب ليرنينج ومعتمده على حاجات كتير جدا، بس يعني اساسي الديب ليرنينج والكمبيوتر فيجن. وعندك طبعا السيلف درايفنج كورس، العربيات اللي هي بتسوق بنفسها، دي معتمده على الكمبيوتر فيجن وعلى الديب ليرنينج، ده اساسي. وبعد كده عندك الحته بتاعه الان ال بي او الناتشرال لانجويج بروسيسنج، اللي هو فهم اللغه البشريه، اللغه الطبيعيه، والديب ليرنينج، ودول طبعا هتلاقيهم في تشات جي بي تي وجوجل برضو. الحاجات دي مثلا ده بشكل اساسي معتمدين عليها هذا القسم. طيب تيجي تقول لي دلوقتي، طب انا لو انا هبدا بالمجال دوت، انا كده رسمت لك الشكل بتاع المجال دوت عامل ازاي. فانت بسم الله الرحمن الرحيم، لو اي حد النهارده عايز يخش مجال الذكاء الاصطناعي، فهو محتاج يبقى فاهم احصاء وفاهم لينير الجبر مبدئيا كده، بسم الله. طبعا عنده اساسيات الماثيماتكس، يعني الاحصاء اللي بتنقسم تحتيها للاحصاء الوصفيه والاحصاء الاستنتاجيه، وممكن نتكلم في حلقات تانية عن الاحصاء، ممكن نتكلم فيها، بس مبدئيا انت فهمت ان انا اللاير 1 هو الاحصاء. تاني حاجه بتعملها بعد انك تبقى فاهم احصاء وفاهم احصاء استنتاجيه وفاهم لينير الجبر، وهو شغلك في الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج هو اللي بيفتح لك بوابه الباقيين، هو الديب ليرنينج. من بوابه من هذه البوابه تقدر بقى تخش على الباقيين كلهم بقى، تخش بقى على الحته بتاعه الكمبيوتر فيجن، تخش على الناتشورال لانجويج بروسيسنج، تخش على اي حاجه من الحاجات التانية دي، او حتى الروبوتكس. بس الروبوتكس محتاجه شويه حاجات تانية زياده يعني، بس انت ممكن تكون بتعمل الحاجه اللي السوفت وير او العقل بتاع الروبوت، اما تحريك الروبوت نفسه فده قصه تانية. ولكن ان احنا بنتكلم على العقل نفسه، انت بتبني العقول، بتبني الذكاء الاصطناعي نفسه، العقل نفسه بتبنيه فيه طبعا، لان ما فيش مجال من المجال دوت يعني معتمد على الذكاء الاصطناعي لوحده. يعني في حاجات كتير داخله فيها وتكنولوجيات داخله فيها، مثلا زي حاجات زي البيج داتا ومش عارف وقصص وتولز، الموضوع واسع يعني، واسع قوي. بس انا قصدي لو انت مهتم بس بالحته دي، ان انت تعمل العقول نفسها وتبنيها، حتى لو عقل صغير على قد مثلا قضيه في تحليل البيانات، او عايز تخش في الداتا ساينس او فانت تقدر تخش من هذه البوابه اللي بقول لك عليها. الاحصاء مع طبعا تحليل البيانات هو جزء من الداتا ساينس اصلا، فالاحصاء واللينير الجبر مع الماشين ليرنينج والديب ليرنينج والنيورال نتوركس، وبعد كده تقدر بقى تعدي بقى على كل التانيين دول. فدي البوابه بتاعتك. وانس انت دخلت من البوابه دي، اصبح المجال دوت مفتوح لك على مصراعيه في ان انت تقتحم هذا الموضوع. وان شاء الله هنتكلم في الحلقه اللي جايه مع الباشمهندس محمد شريف على الماشين ليرنينج بشكل اكثر استفاضه، عشان تفهم يعني ايه تعلم الاله وهو الماشين ليرنينج، بما ان هو يعتبر من اهم الاجزاء او من اهم الحته اللي بتخش منها لهذا المجال. اتمنى ان الحلقه دي النهارده تكون عجبتك رسمت لك كده فكره عامه عن فكره الذكاء الاصطناعي وايه قصته وايه موضوعه. واشوفك ان شاء الله باذن الله في حلقات قادمه، واشوفك على خير. ولو عايز تدعم القناه طبعا يعني في باقات دعم كتير تحت. ومع الف سلامه.